سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة. السنوار يتلاعب بأعصاب الإسرائيليين ويفرض شروطه الخاصة في صفقة تبادل الأسرى. يدعو تحرينوت العبرية تنشر تقريرا عن موقف الاحتلال المتأزم بعدما قطع السنوار المفاوضات الجارية مع الوسطاء القطريين المعنيين بالتوسط حول صفقة لتبادل الأسرى. بعد اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة، يحيى السنوار اختفى وادعى أنه طالما الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء فإنه لا يستطيع التفاوض مع إسرائيل. يدعو تحرينوت توتر المفاوضات تزامن مع تشكيك أصوات إسرائيلية في جدوى الصفقة، إذ تشمل شروطها بنودا لا يرضى عنها الاحتلال. المسؤولون الإسرائيليون يدركون أن عيوب هذه الصفقة كثيرة، لكنهم يميلون إلى الموافقة عليها ليقدموا للشعب الثورة التي يتوق إليها. السنوار يستغل الصفقة في التلاعب بأعصاب الإسرائيليين، إذ بدأت المفاوضات بالحديث عن إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي قبل أن ينخفض العدد لنحو 50 أسير فقط. بنود الصفقة تشمل هدنة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، بالإضافة لوقف إطلاق النار من الجانبين لمدة 5 أيام، وهي فترة كافية لالتقاط الأنفاس وتنظيم المقاومة لصفوفها مرة أخرى. التجارب السابقة أظهرت أن تهدئة القتال عندما تتواجد قواتنا في عمق قطاع غزة أمر بالغ الخطورة ولا يضمن أمنها. يدعو تحرينوت الإسرائيلية. السنوار لم يكتفي بذلك بل قدم طلبا جريئا، إذ اشترط أن يكون إطلاق سراح الأسرى يوميا على دفعات. ويدعو تحرينوت بمعنى آخر يمكن للسنوار بإرادته أن يطلق سراح 10 وبإرادته أن يوقف إطلاق سراحهم لأن شيئا ما لا يرضيه. وعلى الرغم من شروط السنوار التي تبدو قاسية بالنسبة لدولة الاحتلال، إلا أن القادة الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول هذه الصفقة بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل إسرائيل، فضلا عن تعهدهم لعائلات الأسرى بالعمل على إعادة أبنائهم إلى إسرائيل. عدد أسرى الاحتلال وصل لأكثر من 239 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، فيما ارتفعت أعداد قتلاه من الجنود إلى 51 جندي منذ انطلاق العملية البرية على قطاع غزة. اللهم انصر أخواننا في المقاومة الإسلامية حماس. السلام عليكم ورحمة الله.